يا صباح الفل. النهارده رايحين سفريه كده على البسيط، بس المشكله ان انا نفسي في مره الحق ميعاد السفريه بتاعتي اللي انا حاطط ميعاد معين الحقه كده اهو من غير ما اتاخر. مفيش سفريه طلعتها في حياتي من عشرات السفريات اللي طلعتها قبل كده الا ولازم اطلع متاخر. هو النهارده الصراحه يمكن اكتر مره بدري فيهم. انا مش متاخر قوي لان انا المره دي مش لوحدي، معايا جروب كامل مسافرين مع بعض ان شاء الله، وهقابلهم في مصر السخنه. فانا تقريبا كده اتاخر عليهم بتاع 10 دقايق، و10 دقايق في عرف الجروب دي حاجه كبيره، يعني انا كده متاخر عليهم جامد المفروض. فالنهارده فلوج ان شاء الله يكون جميل وليه هدف مهم جدا هنعرفه بس في اخر السفريه. طبعا فكره ان انا اسافر مع جروب ديت يعتبر اول مره ليا اسافر مع جروب، لان انا يعني انا رايح لهم اهو، هم هيشوفوا الفيديو ده. انا مش بحب ان انا اسافر مع جروبات، ما بحبش الفكره دي، بس المره دي هي السخنه 100 كيلو مش بعيده، فمع بعضينا يعني رايحين نقضي يوم كده ان شاء الله. وفي حاجه مهمه جدا او جديده جدا عليا، الا وهي ان انا هكون ان شاء الله اول مره هسوق موتوسيكل ياباني في حياتي، اللي هو فئات عاليه 600 سي سي فيما فوق. وهو مش اجمد حاجه طبعا، بس الهورن 600. طبعا انا هوثق اللحظه ديت، فدي تجربه بالنسبه لي انا مستنيها من زمان وان شاء الله نعملها. قبل ما اوصل بس للشباب، في موضوع كده في دماغي، وهو متعه السفر بتبقى بدايته من اول هنا، من اول ما انت بتطلع الطريق وهو فاضي كده. ان انا دايما بسافر بالليل او مثلا بعد الفجر في الدنيا وهي لسه فاضيه كده. الفكره ان انت بتيجي تسافر بيبقى فيها علامات معينه كده، اللي هي بتبقى الطرق فاضيه والجو حلو، اللي هو انا بسافر في قلب الليل فغالبا بيبقى الجو حلو. فالعلامات دي كده مع بعضها هي ده احساس السفر من بدايته كده، وانت طالع على الطريق هو ده كده ببقى انا متأهب للسفر وجو جميل كده. ده كده مود معين الواحد بيخش فيه بيخليه يستمتع بالسفريه نفسها. مش مهم احنا رايحين فين ومش مهم هنوصل امتى، المهم ان احنا نستمتع بالسفريه نفسها. فخلينا بقى نروح للشباب. طيب احنا كده بدايه القصيده ضحك، وكنت فاكر نفسي متاخر، محدش من الرجاله جاي خالص غير واحد بس، كابتن حسين. وفضل ان هم جايين في الطريق، ف هيتنفخوا ان شاء الله. يلا يا كابتن عبد الله قرب، يلا صور بصور يا حبيبي انت اهو. خلاص يا عم سيبهم يلا. نقف في طريق تاني، نقف تاني في استراحه في النص. انا بالنسبه لي عادي. واحد محمد. احنا كده اتحركنا من الماستر، ومعانا 1 2 3 4 5 6، انا السابع، ومعانا النهارده 8 موتوسيكلات. المفروض ان احنا نمشي جروب على خط واحد. انا بقى هو ده القصه اللي انا ما بحبهاش الصراحه، يلا بقى لازم نعمل كده ونلتزم معاهم. معانا برضو زونتس 155 هنحاول نصورها النهارده كده نجربها. مشكلة انها تعبان وصدري تعبني عشان لسه خارج من تعب وكده، والهوا ده هيخلينا كح كتير، فربنا يعدي اليوم ده على خير. معانا عبد الله لسه ورا، ومعانا العربيه الشير اللي هناك دي، وتوكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. طبعا قصه ان احنا نمشي كجروب وكخط واحد بيمشي ده ان انا ما بحبوش، ده مشكله عندنا، بس عموما دي حاجه مهمه جدا. لو جروب كبير مثلا اكتر من 5 افراد ماشيين بالموتوسيكلات بتاعتهم، مهم جدا ان هم يمشوا على صف واحد، بيبقى فيه 2 على الجنب الشمال او الجنب اليمين. انا ما اعرفش القوانين بالظبط بتبقى ماشيه ازاي، بس ال2 دول واحد منهم قدام في المقدمه، واحد تاني بيبقى سايط ورا شويه، وبيدوا تعليمات للطريق بحيث ان هو لا ينقلوا من حاره لحاره. تلاقي القائد بتاع الجروب بيتحرك الجروب كله من حاره لحاره، لو في مطب لو في خطر لو في اي حاجه هم اللي بيحركوا الجروب كله مع بعضه. احنا عددنا مش كبير النهارده، بس عموما في الايفنتات الحوارات دي بتبان، وممكن لو في ايفنت ولا حاجه وقدرنا ان احنا نوثق حاجه زي كده، او هعرض لكم دلوقتي لقطه انا برضو كنت مصورها قبل كده لحاجه زي كده. الموضوع ده بيبقى مهم جدا وبيبقى شكله جميل جدا بالنسبه للناس اللي ماشيه على الطريق عموما. ايه يا شباب، انشغلت انا مع الحته الهورنت اللي معايا دي ونسيت ان انا بصور فلوج اصلا. بس المهم ان احنا دلوقتي وصلنا يعتبر، او يعني داخلين على الشاطئ خلاص. المفروض ان احنا كده في السخنه، بس الطرق بتتجدد والدنيا متشقلبه خالص، وتراب بشكل رهيب. هنا الجو مطرب جدا. معلش الشباك ده مسخني بشكل مش طبيعي، فلازم اسخن معاه بقى. المهم احنا خدنا الطريق يعتبر في وقت قليل، ان احنا كنا ماشيين بسرعه كويسه، يعني مش مبطئين جامد. ريحنا تقريبا مره واحده بس، وهنخش بقى على الشاطئ ونشوف هنعمل ايه جوه ان شاء الله.
المفروض ان احنا النهارده هنشوي بقى وقاعد على الرايق، بس انا مش عارف الرايق هيبقى فين في كميه التراب دي كلها. المهم يا رجاله انا كده بريت عن مكانتي خلاص، واحنا وصلنا الشاطئ. انا ما اعرفهاش، هو في صاحب المكنه دي راكبها ورا، مش هبدل معاه تاني، خلاص كده هاخدها واروح. احنا كده خلاص وصلنا الشاطئ وداخلين دلوقتي. على عكس الدنيا بره كانت مطربه، الدنيا هنا الجو اصفى شويه. انا شايف ان الجو صافي وكويس الى حد ما. هنخش كده ولا كده؟ الله ينور يا شيف. عليك يا كابتن معاذ. الرجاله واقفه هم منورين وكابتن احمد ماسك الصب. المهم ان احنا بقالنا بتاع ربع ساعه بنحاول نولع في الفحم، مش عايز يشتغل، الفحم مضروب. البنزين ده على فكره هيولع فينا كلنا. ده مش بنزين يا عم، ده فوتيكا. ده فوتيكا. بس يا عم انت بتعمل ايه؟ انت بتصدق ولا ايه؟ هات يا عم انت اهو. الله كنت فين يا اسطى؟ كنت فين من زمان؟ كنت فين؟ ظبط 110 بقى ماشي؟ 110 انت بتضرب لسه ايه؟ تاني؟ بس احنا عايزين نوزع بس اللي ولع ده. بس انا ولع دول طب رخين. طيب ولعوا عايزين نوزعهم، شكلنا مش هناكل النهارده. خلاص هتولع والله بعد كده كسرها لا امسك ايوه بقى اديني في الحواوشي. اوه الرمله سخنه قوي كده، العين السخنه. احنا في قريه اسمها ضي القمر. الصراحه الميه كويسه، يعني معروف ان العين السخنه مليانه، تكون الارض مليانه زلط وكده. الموضوع هنا كويس، بس الميه ساقعه قوي والرمله سخنه قوي والجو هنا غريب. انا لفيت مصايف كتير قبل كده بره، بس العين السخنه الوحيده اللي ما نزلتهاش قبل كده يعتبر، او نزلتها مره وانا صغير بس. غير كده المره دي اول مره انزلها، وكانت الميه سخنه، كانت الميه ساقعه جدا. يا ربي يا نوس. المهم احنا هنشوي دلوقتي، والمفروض ان احنا هنشوي وهناكل ان شاء الله. الله ينور يا معلم. مزيكا عليك يا كابتن معاذ. شويه كفته، انما ايه بقلبك. مش كفته وبس، حواوشي. بص بقى في حاجه جايه مستخبيه. بص الله القهوه. يا نهار ابيض، مش عارف انتوا النهارده جايبين كفته وحواوشي بس، مفيش حد جات معاه فراخ. لا فراخ كانت عايزه تتبيله بقى الناس مش رايقه. انت الفراخ دي بتاعت الناس الرايقه. احنا دلوقتي يا شباب خرجنا من القريه اللي احنا كنا فيها، او الشاطئ اللي احنا كنا فيه، وخلاص هنمسك طريق السخنه اهو وراجعين الحمد لله. انا في موضوع عايز اكلمكم فيه، خليك اوعى تخرج من الفيديو. بس ما تستغربش ان انا راكب الجي 1، لان انا بعمل عنها ريفيو، وعملت ريفيو عن اللينشون بنيلي 500 سي سي، وطبعا ركبت الهورنت 2600. فالنهارده جربت حاجات كتير قوي ما شاء الله، كان يوم غزير بالفيديوهات. فما تنسوش تشتركوا في القناه، لان الفيديوهات دي كلها ان شاء الله تنزل قريب، واكيد محتاجين ان انتوا تتفرجوا عليها. طبعا بيحاول يشد معايا، بس انا مش هروح معاه علشان بس ما اسبقوش. اوعى تنسى بقى تتفرج على الجي 1 عشان اقول لك على الصاحب بتاعها كان عامل ازاي معايا. الشيء اللي انا كنت عايز اقوله لكم من البدايه، والهدف الرئيسي من السفريه دي، ان هو بكل بساطه ان انت سهل تبسط نفسك. سهل جدا ان انت تكلم صحابك وتطلع طلعه زي دي، مش مكلفه، مش هتاخد من وقتك كتير. هو يوم واحد اجازه، احنا طلعنا الفجر وادينا راجعين بعد المغرب، يعني ممكن الواحد يروح بيته مثلا على الساعه 8 9 بالليل ان شاء الله. والموضوع ابسط مما تتخيل. تطلع على اي مكان انت عايزه، اي محافظه انت عايزها بالبايك بتاعك البسيط اللي بيوديك في كل حته. يعني مش شرط سفريه بعيده، لو انت ما سافرتش قبل كده جرب في العين السخنه، السويس، المحافظات القريبه، ممكن الاسكندريه لو عايز. اي حاجه في المحافظات القريبه دي الموضوع سهل جدا ومش مكلف. يعني انا عايز اقولك ان انا النهارده تقريبا ما صرفتش اكتر من 300 جنيه مثلا. ده بالنسبه لو انت هتعمل خروجه زي دي مره كل شهرين ثلاثه، ولا كل شهر مثلا 300 جنيه يعتبر انت ما صرفتش حاجه. فبكل بساطه انا بحاول اشجعكم وبحاول اشجعك انت بشكل رئيسي ان انت تحاول تبسط نفسك بالبايك البسيط بتاعك، وتكون راضي في نفس الوقت بالبايك اللي معاك. مش شرط ان انت حد من صحابك او اي حد في الدنيا معاه بايك اعلى منك يبقى انت هتبقى نفسك تركب زيه او اي حاجه. اكيد كلنا نفسنا نركب موتوسيكل اعلى من اللي احنا معانا، بس اللي معانا برضو الحمد لله عليه وزي الفل ومليون فل كمان. وبس على كده، انا معاذ سعد، دي قناه موتور، ده كان فلوج النهارده، واشوفكم فيديو جديد. سلام.